ودلوقتي يا حبايبي نقدر نقول مع بعض كده ايه رأيكم بقى في الكبد والقوانص القمر دي؟ حاجة كده عظمة جدا، حاجة كده طعمها تحفة بتتبيلة ريحتها فظيعة. بجد لو عملتيها بالطريقة دي ولادك كلهم هيحبوها. يلا بينا بسرعة نشوف العظمة دي عملناها ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهارده هنعمل اكله بسيطه كده كل بيحبها، بس اولادنا الصغيرين اكيد ما بيحبوهاش قوي. يلا بينا نعملها بطريقه حلوه جدا وطعمها هيبقى تحفه وكل اولادنا باذن الله تعالى هيحبوها. طبعا الكبد والقوانص دي، الكبده بالذات من الحاجات المفيده جدا اللي لازم اولادنا ياكلوها كتير. انا عندي بنتي الدكتور بتاعها قايل لي ان هي لازم تاكل كبده كتير وهي ما بتاكلهاش، فلازم نعملها بكل الطرق. يلا بينا كده نشوف العظمه دي هنعملها ازاي. احنا معانا كده مخلين القوانص كده لوحدها والكبده لوحدها، هنعمل لها تتبيله تانية لوحدها كده هتخليها تحفه جدا. ومعانا كده للقوانص معانا كده توم، طبعا كبده يعني توم والتوم يعني كبده. معانا كده توم، التوم يبقى كتير شويه. ومعانا كده آه الحاجات اللي احنا هنشوحها مع القوانص بتاعتنا: توم، الكمون، شويه ملح صغيرين، شويه كزبره. وطبعا الحاجات التانية دي توابل الكبدة كلها. يلا بينا كده نشوف هنعمل ايه. اول حاجة مع القوانص بتاعتنا هنروح على الوك بتاعتنا كده، وطبعا حاطين فيها كده معلقة من اي مادة دهنية، بس يفضل زبدة او سمنة تكون نوعها كويس. ومعانا هننزل هنا كده بمعلقة كده من الثوم والقوانص بتاعتنا. طبعا هننزل بمعلقة من الثوم وهننزل بالقوانص بتاعتنا ونص قرن الفلفل ده، وهنحمر كل الكلام ده كده مع بعض. والتوابل: توم وكزبره وشويه صغيره من الملح. وهنفضل بقى ندحرجهم كده في السمنه، قلب 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 كده كل الكلام ده كده مع بعضه لحد لما ناخد ريحه كويسه كده ونبدا نزودها. هننزل كده بالثوم معلقه الثوم الاول، وبعد كده القوانص بتاعتنا وقرن الفلفل ده، وهنفضل نشوح فيهم مع شويه الكمون والكزبره وشويه صغيره من الملح ان هي تبقى مطعمه معانا القوانص بتاعتنا. هنفضل بقى نشوح فيهم كده شويه لحد لما يشموا بقى كل حاجه وياخدوا من كل التوابل دي. هنفضل نشوح فيهم كده شويه ونسيبهم على النار كده مع بعض، بس اهم حاجه ان احنا نبقى سايبينهم على العين الصغيره علشان خاطر ما تتلسعش معانا او تتحرق معانا واحنا بنعمل تتبيله الكبده. يلا بينا بقى نرجع كده نعمل تتبيله الكبده معانا. اول حاجه هننقل الكبده بتاعتنا كده في طبق كبير شويه. طبعا الكبده بتاعتنا هننزل عليها بقى كده بشويه من الثوم بقى الباقيين، والتوابل بتاعتنا حبه كده صغيره من الكزبره، معلقه صغيره من الكزبره، معلقه من الكمون، شويه توم باودر ومعلقه توم باودر ومعلقه بصل باودر وحبه بابريكا كده. وهننزل كده بكل الكلام ده كده مع بعضه. وهننزل طبعا بحبيب الملايين كده الخل بتاعنا، معلقتين كده من الخل، وهنقلب كل الكلام ده كده مع بعض. وهنركنها بقى في التتبيله القمر دي، حابه تحطي عليها عصره ليمون مفيش اي مشكله. وهنسيب بقى كده التتبيله بتاعتنا لحد لما القوانص بتاعتنا كده تدخل في السوى اللي احنا محتاجينه، ونرجع لها مع بعض كده نشوف هنكمل وصفتنا ازاي. بس اهم حاجه وقبل اي حاجه يا ريت ما تنسونيش باللايك وكومنت صغير كده علشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو، واشتراك مش هيكلفك اي شيء بس هيكبر قناتنا باذن الله تعالى، علشان القناه مش هتكبر الا بيكم باذن الله تعالى. خلاص كده قلبناها وهنركنها كده مع بعض وهنرجع نكمل وصفتنا. وبعد ما قلبنا فيها كده شويه حلوين كده، نقلب فيها شويه حلوين كده، هنفضل نقلب فيها كده لحد لما تتشرب كده معانا كل العصارات بتاعه القوانص بتاعتنا. نكون مسخنين بقى ميه مغليه علشان ننزل على القوانص بتاعتنا. بجد الطريقه دي بتدي طعم للكبد والقوانص كده. انا عاده ما بحبش اقطعها لان في عندي ولادي شويه بيحبوا القوانص وشويه بيحبوا الكبد، فلو حد جه خد حاجه هو مش عايزها
مش هياكلوا الاكله دي تاني خالص. فبحبها تبقى سليمه كده، على اساس ان هم يبقوا عارفين كويس قوي ده الكبده، دي الكبده ودي القناصه، فالكلام ده كده ليهم اسهل. ده طبعا عشان هم لسه صغيرين يعني. هنقعد نقلب كده فيها شويه كده، مش قادره اقول لكم بقى بجد ريحتها تحفه جدا. ونص قرن الفلفل ده بجد بيخليها لا هي حراقه قوي ولا هي دلعه كده من غير شطه ولا اي حاجه. بجد الريحه مش قادره اقول لكم تحفه جدا. هنفضل نشوح بقى كده فيها لحد لما تشرب كل السوائل اللي فيها دي، بجد بتعمل اطعم صوص كده مع الرز. هنفضل نشوح فيها كده، وبعد كده نبدا بقى ايه نكمل كله ويا بعض. اتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم. يا ريت ما تنسونيش باللايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، وكومنت صغير كده عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو باذن الله تعالى. وطبعا يا حبايبي بعد ما اتشوحت كده معانا وطلعت احلى عصاره كده طلعناها منها خلاص، هننزل عليها دلوقتي كده بالميه المغليه ونسيبها بقى تاخد وتدي كده. ممكن بقى بعد ما تغلي شويه ننزل عليها ببصلايه متقطعه كده. انا عاده هنزل شويه ميه كتار علشان خاطر انا عايزاها تدخل في السوا مره واحده، لان ولادي بيحبوها مهريه خالص. وكده هنسيبها بقى تغلي مع نفسها، وبعد كده نرجع بعد ما تدخل في السوا اللي احنا عايزينه. بتمنى ان الوصفه تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. اوعوا تنسوني بقى في اللايك وكومنت واشتراك بسيط كده مش هيكلفك اي حاجه. هنغطيها دلوقتي ونسيبها كده مع بعض ونرجع تاني نشوفها بعد اما تبدا تدخل في السوا. وهنا كده يا حبايبي بعد ما خلاص بقى كده قطعنا عليها كده بصلايه، وخلاص القوانص بتاعتنا خدت السوا اللي احنا عايزينه، هنبدا ننزل عليها كده بالكبده بتاعتنا المتبله كده علشان تاخد غلوة واحدة بس كده معانا. وهنقلبها كده. وطبعا هنا بقى دلوقتي نقدر نظبط معانا الملح بتاعها، نشوف الملح بتاعها كده اذا كان مظبوط ولا لا. وهتاخدي اطعم كبده بالصوص بتاعها مع طبق رز كده بالشعريه وطبق سلطه، حاجه كده عظمه جدا. اتمنى ان الوصفه تعجبكم تكون خفيفه على قلبكم. ما تنسونيش ابدا من دعمكم ليا ولايك وكومنت واشتراك كده عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو. بتمنى ان كل الوصفات تعجبكم وتكون خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. هنسيبها كده تستوي الكبده بتاعتنا في القوانص ونرجع تاني مع بعض. دلوقتي يا حبايبي خلص طبقنا كده. طبعا الكبده والقوانص بتاعتنا مستويين على الاخر، بجد حاجه كده عظمه جدا ومفيده لاولادنا. بتمنى ان كل الوصفه تعجبكم يا رب العالمين وتكون خفيفه على قلبكم. ما تنسونيش ابدا من لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل جديد، وكومنت ظريف كده عشان ده اللي هيرفع معانا الفيديو باذن الله. اتمنى ان الوصفه تعجبكم، بجد مش قادره اقول لكم تتبيلتها وريحتها حاجه كده عظمه بجد. بجد بجد ولادك لو عملتها لهم بالطريقه دي هيحبوها جدا. بتمنى ان الوصفه تعجبكم. ودلوقتي اقدر اقول لكم اشوفكم باذن الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.